علاش الهجره وشكون السبب فيها؟ عشنا وشفنا الهجره السريه حتى ولات علنيه، والفرضيه ولات جماعيه. واش هاد الشيء راجع لكيفاش عايشين في هاد الدوله ولا لقله التربيه؟ خذوا شي بلاصه مزيانه اجيو تعيشوا معايا كيفاش وعلاش هاد الروينه وقعات وباياش سالات. نهار الحد 15 سبتمبر 2024 واللي متزامن يا حسره مع ليله المولد النبوي في كاستيليخو، مدينه الفنيدق اللي ما كتحركش الدجاجه على بيضها. ما كنعرفوا عليها مشاكل، ما كنعرفوا عليها صداع، كنعرفوا عليها غير الكواريد الفرماج حمر رخيص، واللي بغى يتقدى شي شوكولاط ولا سلعه اسبانيا كيقصدها. حتى شفنا فيها العجب العجاب. الهجره كاينه من ديما وفي كاع الدول، ولكن باش تستعمل لي ريزو سوسيو باش تسوق ليها وتشجع الناس يمشيو ليها، هذا راه التمجنين. هذا قبل كاع شفنا التيك توك كيطيح بالفيديوهات ديال الدراري الصغار قصيرين قاطعين البحر عمان جهه سبته بالاغاني د الغربه. يعني هذا الشيء مخدوم وموراه شي ريوس د الحربه. اش بان لكم نتوما؟ علاش اختاروا هذا النهار بالضبط؟ كاين اللي تيقول باللي حراس الحدود اسبانيا ما كانوش، وكاين اللي تيقول حق اسبانيا كانت غتصدر قانون باللي اي واحد عايش على برا عنده الحق يستقطب عنده واحد قصير. وهادو كاملين اسباب وتاويلات ما عندها معنى. اجي واش في خباركم باللي اي واحد ماشي قاصر بشحارك غيعيش ما بين 2 و3 سنين بلا خدمه حتى يوجدوا ليه وراقه؟ هادشي لما ماتش غارق الله يحفظ. اما بالنسبه للقصيرين فاسبانيا دايره واحد القانون فيه اي قصير كيجي عندهم كيخليوه عندهم. هادشي علاش هاد الناس استقطبوا القصيرين كاغلب واكثر فئه. الفيسبوك كان مقلوب بالصفحات كيرددوا ويعاودوا نفس الجمله. 15 9 الحريق مضمون من سبته. شدوا اكثر من 60 واحد، وملي قلبوا في لي زادريس اي بي ديالهم لقاوهم مخلطين، هاللي من المغرب هاللي من اسبانيا وهاللي من الجزائر. يعني القضيه فيها ان كل بلاد عندها عديانها، وعديان هاد البلاد يوم يحاولوا يطيحوها ولكن بجهد الله ما قدروش. هذا علاش استقطبوا هاد المره الدراري الصغار قلالين الحيله اللي يمكن تدخ عليهم بهضره قليله واللي لا حول ولا قوه لهم. ارانا دابا داك النهار شنو وقع فيه بالضبط. استنفار امني ما كاينش بحالو، اعتقالات كثيره والرجم بالحجر على البوليس اللي جايين دايرين غير خدمتهم باش يحميو وليدات هاد البلاد مغاربه وافارقه. واخا كيفاش تمت العمليه وكيفاش ناضت الفوضى؟ هاد باب سبته اللي كاين في مدينه الفنيدق هو واحد المعبر كيدوزوا منه مالين الطوموبيلات والراجلين اللي عندهم الوراق باش يدوزوا لسبته. في الجهه اليسريه كاين واحد الجبل سميتو جبل موسى، وفي الجهه الاخرى كاين البحر الابيض المتوسط. البوليس طوقوا البحر باش ما يخليوش الحراقه يمشيو عمان. هادشي علاش الفوج الاول منهم مشاو طلعوا من الجبل، عمروا يديهم بالحجر الكبير وبداو يضربوا في اللي جا قدامهم. وبزاف القوات المساعده والبوليس مساكن تضربوا وتعطبوا. تيقولوا باللي القضيه خطه ومدروسه من ايادي مخفيه والامور مقاده على حقها وطريقها. وتيقولوا باللي واحد من الاعلاميين الجزائريين اعترف وقال باللي المخابرات الجزائريه عندها يد في هادشي. والله اعلم عاوتاني. اللي خصنا نعرفو هو حنا كاملين مسؤولين على هادشي. كيف ما سمعتي انا وانت وهو وهي المواطن والدوله. غتقول لي كيفاش وعلاش؟ ياك هما اللي عرضوا راسهم للخطر. غنقول لك هاد الوليدات كون كانوا واعيين بقيمه الاشياء وعارفين بخطوره الامر ما كانوش غيفكروا يديروا هكا. الوليدات كون كانوا فاهمين اللي سالا داك الزمان ديال الثوره الصناعيه والفلاحيه اللي كيحتاجوا فيها البلدان المتقدمه اليد العامله، وباللي محتاجين للرقمنه والعقول المدبره، ما كانوش غيفكروا يهاجروا بهذه الطريقه. حنا المغاربه راه شعب ذكي ومطور، خاص غير اللي يحسوا ويوعيو وسورتو يوجهوا. وهنا فين كيجي الدور ديال المؤسسات الكبار ديال الدوله. هادشي علاش حنا كاعلام درنا هاد الفيديو، حيت العيش الكريم لهاد الوليدات مسؤوليتنا كاملين. الله يرحم اللي مات، والله يصبر اللي مشى عليه شي حد، والله ينصرنا على من عادانا. كانوا هادو هما احداث حلقه اليوم. نتلاقاو في حلقه جديده مع قصه ولا حدث جديد من كيفاش وعلاش. باي. دير معك سبسكرايب باش يوصلك ديما الجديد.